اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ موريس. ليه انتجت الفيلم ده يا استاذ موريس وانت عارف ان هو بالتاكيد هيثير حاله كبيره من الغضب لانه بيسيء للاسلام والرسول عليه افضل الصلاه والسلام؟ طب اسمحي لي بس عشان اصحح معلومه صغيره. اتفضل. احنا لم ننتج هذا الفيلم، وانما احنا كتبنا مقدمه هذا الفيلم. يعني زي واحد بيألف كتاب، واحد بيكتب المقدمه بتاعته، لكن احنا ما انتجناش. طيب طب كتبت ايه في المقدمه يا استاذ موريس؟ ان هذا الفيلم مأخوذ من القرآن ومن الاحاديث النبويه ومن الحوادث التي وقعت على الأقباط في مصر من قتلهم وحرق منازلهم. دي الفيلم بالظبط، مفيش حاجه غير كده، وليس فيه اي اساءه لرسول الاسلام ولا لاي مسلم ولا لاي حد. الناس تشوف الاول الفيلم وبعدين تحكم عليه وننقده. طب ليه عملت الفيلم اساسا يا استاذ موريس؟ ايه الهدف منه؟ برافو عليكي، ده السؤال المهم. ليه احنا عملنا مقدمة هذا الفيلم؟ لان الأقباط في مصر، انا عندي علاء رضا رشدي واهل ابو قرقاص محبوسين 25 سنة ظلم بحكم قضائي، مع ابو المكارم المدرس 6 سنين. عندي طفل اسمه جمال مسعود 13 سنة محبوس في السجن بتهمة ازدراء الاسلام وانه قتلوا وهدوا بيته. عندي اهل العمرية اتنهبت ولم يحقق معاهم، اتنهبت بيوتهم